الناس اللي بتبقى ماسكه في الشغل بايديها واسنانها وما بتفوضش مسؤولياتها للتيم في الغالب بيبقى السبب من الاتنين. السبب الاولاني انه خايف ان التيم بتاعه ده يظهر ويبقى شكله كويس، او الشغل يتعمل، التاسك اللي هو عمل لها ديليجيشن تتعمل بشكل احسن من اللي هو بيعملها، فيبان قدام المانجمنت ان التيم بتاعه اقوى منه، بيبقى خايف من دي. السبب التاني ان هو فعلا الشغلانه دي هو عارف ان التيم مش هيعرف يعملها، وانهم ممكن ياخدوا 3-4 ايام علشان خاطر يعملوها، وهترجع له يقعد يراجعها وهيضيع وقت اكتر كتير جدا عشان خاطر يعدل ويعملها من اول وجديد صح. في كلا الحالتين غلط. الحالة الأولانية أنت ما ينفعش تخاف من ده، لأن أنت مسؤولياتك ودورك إنك تكبر الناس، إنك تنمي الناس، إنك تطور مهارات الناس، إنك تعلم وتكبر الناس، مش مجرد إنك تخلص شغل. أنت عليك مسؤولية كبيرة جدا. أنت بس مش مسؤول عن شغل، أنت كمان مسؤول عن بني آدمين، مسؤول عن باكج بالكامل. لو التيم بتاعك فضل يعمل نفس التاسكات من غير ما يعمل حاجات أكبر، طب هو يكبر إزاي؟ ما تقلقش كمان ان حد منهم ممكن في يوم من الايام ياخد مكانك. ما لو الشركة شايفة انك شاطر وبتطلع ناس كويسة وبتعمل ديليجيشن لناس صح، الشركة هتشوف لك مكان احسن. ولو مفيش مكان احسن، ربنا يا سيدي هيرزقك بمكان احسن. بس في الاخر انت لازم تعمل الحاجة الصح، لازم ترضي ضميرك تجاه شركتك وتجاه الناس اللي شغالين معاك، لازم يكبروا ولازم يتطوروا. طيب لو انت خايف من الحاجة التانية ان الشغلانة دي هتقعد 3-4 ايام وفي الاخر هترجع تاخد منك وقت اكتر عشان انت هتعدل عليها، طب انت امتى الناس هيكبروا؟ امتى الناس هيتعلموا؟ ما هو لازم يتعلم ولازم يغلط مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يوصل للنفس الافيشنسي اللي انت بتعمل بيها الشغلانة. اديله فرصة زي ما انت خدت فرصة في يوم من الايام انك تتعلم حاجة وتعملها. ادي للتيم بتاعك الفرصة انه يكبر وانه يتعلم.